السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليكون موسما للطاعات والقربات، وجعل فيه أياما عظيمة الشأن عنده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم نفسي والقصوى بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، نحن مقبلون على أيام عظيمة، على موسم من أعظم مواسم الطاعات، أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وقد فسر جمهور المفسرين أن ليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلى رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام عباد الله أحلى أيام الدنيا وأحبها إلى الله تعالى. وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيخبران ويخبر الناس بتكبيرهما. فأحيوا هذه السنن وأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. عباد الله، من أعظم ما يعلم في هذه الأيام استعداد يوم عرفة، اليوم التاسع لذي الحجة، وهو يوم مشهود عظيم الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة هو أعظم الأيام عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القدر فيه تذبح الأضاحي ويتقرب العبد إلى ربه بالذبح. فقال تعالى: فصل لربك وانحر. فبادروا عباد الله بالطاعات وتعرضوا لنفحات ربكم، فإنها أيام قليلة معدودة، من فاته خيرها فقد غنم، ومن يتلمها فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا مواسم للطاعات لنزداد بها قربا منه، ونغفر بها ذنوبنا، ونرتقي بها في درجات الجنة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من أعظم ما يفعل عنه الناس في هذه الأيام المباركة إصلاح القلوب، والتوبة النصوح فإنها من أعظم القربات. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة عباد الله لا توفر ولا توجد، فإننا لا نعلم متى يأتي أجلها، فباب التوبة مفتوح في هذه العشر، فمن لم يجاهد توبته. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذه الأيام إصلاح ذات البين وترك الحقد والحسد. كذلك من العبادات المهجورة في هذه العشر كثرة الدعاء، فإنها أيام مباركة يستجاب فيها الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولا تبخل على نفسك بالدعاء، شامل لك بوالديك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكروا عباد الله أن أفضل القربات في هذه الأيام بعد التوحيد المحافظة على الصلوات وأداؤها في وقتها مع جماعة الفرد. فمن يضيع الصلوات فهذا فقير له. يا عباد الله، هذه العشر العظيمة أصل الله بها ورفع الله شأنها وجعلها مواسما للربح والفوز، وأحرصوا على صيامها قبل فواتها. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب البعض، فاغتنم عمرك قبل فواته. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين وأن يعيننا على طاعته وألا يجعلنا من الغافلين الخاسرين. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة ووفقنا لكل خير فيها لكل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يجدون كل يوم عرفة. ويغفر الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.